السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض غدوة حلوة جدا جدا، عبارة عن صدر فرخة بس، وحوالي 5 قرون من الفلفل وبصلتين و3 بطاطسات. عندي هنا البهارات، توم باودر وبصل باودر وبهارات شاورما وملح. انا هقطع الفلفل الاول. تمام. قطعيه زي ما تقطعيه، يعني عايزه حبه كبيره حبه مكعبات صغيره براحتك. تمام. هي حوالي 5 حبات كده من الفلفل، مش اكتر. يعني لو عندك فلفل الوان مفيش مشكله، عادي. فلفل اللي هو الاحمر والاصفر، فلفل اخضر مفيش مشاكل. انا قطعت هنا الفلفل. هقطع برضو البصل، برضو صغير، برضو مكعبات كده صغيره حلقات، وبعدين ببدا اقطعها تاني. براحتك، يعني انت حابه الحاجه دي بتبقى كبيره وباينه قوي في الاكل مفيش مشاكل. انا بقطعها مكعبات. خلاص. وببدأ برضو اقطع البطاطس صوابع. قطعت الفلفل وبصل، وبقطع البطاطس برضو صوابع كده. لان هي ان انا هقليها كأنك هتقليها بالظبط، يعني هي فعلا هتتقلي. خلاص، هي حوالي بطاطستين كده او 3 على حسب كمية انت هتعمليها. يعني انت ممكن تزودي في الخضار ده كله، وصدر الفرخة عادي زي ما هو. يعني ممكن تزودي في البصل والفلفل والبطاطس لو انت تعملي كمية اكبر، وصدر الفرخة زي ما هو. تمام. بجد حلوة جدا واقتصادية. انا هنا قطعت البطاطس والفلفل والبصل. خلاص، انا هركن كله ده دلوقتي على جنب، وهبدأ احمر الفراخ دي زي ما هي كده، مش هقطعها دلوقتي. خلاص، في طاسة فيها سمنة، معلقتين سمنة او زبدة او زيت نضيف عادي مفيش مشاكل. هتبدأي تحمريها كده. خلاص، تبدأي تحطيهم كلهم، وبعدين كل شوية تقلبي فيهم. انا عايزة بس اللون يحمر معايا. خلاص، انا هنا بدأ اللون يتغير شوية، وبعد كده هنزل بالبهارات عليهم، اللي هي توم باودر وبصل باودر وبهارات شاورما وملح. خلاص، لغايه ما يبقى اللون عندي ذهبي، وبعد كده بنزله. يعني هنا كده برضو كان اللون لسه برضو ما مش اللي انا عايزاه، برضو لسه ما وصلتش اللون اللي انا عايزاه. كده خلاص تمام. يعني كده اللون كويس خالص. انا بعد كده هطلعهم واركن الجريلا دي، عشان هعمل فيها في نفس السمنه، هعمل فيها باقي الاكل، باقي الخضار، وهطلعهم. وبعد كده هقلي البطاطس بس في طاسه فيها زيت، مش هنا يعني خالص. انا بسيب الجريلا دي بعمل فيها الفلفل والبصل. انا هنا هحمر الزيت، قصدي هحمر البطاطس. تمام. انا هنا حمرت البطاطس وحمرت الفراخ زي ما انت شفتيها. هبدا اقطع بقى الفراخ دي قطع صغيره خالص، على حسب بقى. عايزه تقطعيه اصغر من كده، مكعبات صغيره خالص، قطعيها. عايزه تقطعي نفس التقطيعه كده عادي. انا قطعت الفراخ والبطاطس موجوده معايا. هنزل بقى في نفس الجريلا اللي حمرت فيها الفراخ، اللي هي كانت معلقتين سمنه. هنزل فيها بالفلفل والبصل، واخليهم يتشوحوا شويه معايا. تمام. وهنزل بقى بباقي البهارات اللي انا زي اللي حطيتها برضو على الفراخ، هنزل عليها هنا على الفلفل والبصل، واشوحهم شويه مع بعض لغايه ما يبداوا يتبالوا شويه. يعني مش تتحمر، بس تتبل بس كده شويه وتغير لونها زي كده. وبنزل بقى بالفراخ واقلبهم. دي كده خلاص، كده دقيقتين على البوتاجاز بتبقى خلاص خلصت. طيب، احنا هنحشي بقى الشاورما دي بايه بقى؟ هنحشيها بالجلاش. انا ما عنديش ورق دلوقتي سوري، عيش سوري او عيش اللي هو الشاورما. خلاص، انت عندك لفه جلاش هاتيها. خليها عباره عن طبقتين بس، طبقتين مش طبقه، عشان الجلاش رقيق. دي التوميه هتلاقيها عندك في القناه، معموله عندك في القناه. بجد الطريقه حلوه جدا جدا وسهله. وطريقه المايونيز برضو هتلاقيها عندك في القناه، والكاتشب. كل الصوصات هتلاقيها عندك في القناه. انا ببدا هنا احط الشاورما. تمام. وببدأ بعد كده احط البطاطس، كام حبة كده من البطاطس. ما تزوديش قوي في الصوصات، عشان الجلاش مش بيستحمل زي العيش السوري. تمام. يعني حاجة بسيطة كده. ببدأ ألفه بقى. انا كده لفيت ورقتين مع بعض، ببدأ ألفه وألف غيره بقى زي انا كده كنت خلصتهم كلهم ورقتين ورقتين، وابدأ اعملهم على الجريلا. وده الشكل النهائي للشاورما. طريقة سريعة وسهلة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.